طلابنا الأعزاء، أهلا بيكم على الحصة الثانية في باب الهرمونات الغدة النخامية. الغدة النخامية أو البيتوتري جلاند بيدلعوها وبيسموها سيدة الغدد، أو ممكن يسموها المايسترو. مش المايسترو ده يا أستاذ اللي بيبقى واقف وبيتحكم في الأوركسترا كلها؟ أيوة. ليه سموها سيدة الغدد أو سموها المايسترو؟ قال لك لأنها بتفرز شوية هرمونات، مجموعة من الهرمونات هنتكلم عنها، والهرمونات بتاعتها بتتحكم في معظم الغدد. يعني بص، بتتحكم مثلا في الغدة الدرقية، بتتحكم مثلا في القشرة بتاعت الغدة الكظرية اللي فوق الكلية، بتتحكم في الغدد اللبنية، وهكذا. فقالوا منها بتتحكم في معظم، بتفرز هرمونات بتتحكم في معظم الغدد. قالوا احنا هنسميها سيدة الغدد او المايسترو بتاع الغدد. جميل قوي الكلام ده. فين الغدة النخامية دي؟ الغدة النخامية موجودة كجزء متدلي تحت من المخ حضرتك، توجد اسفل المخ حضرتك. اهي المنطقه ده هي الغده النخاميه. قال لي طب كويس قوي. قال لي بص بقى، مش انت عندك في حته في المخ اسمها تحت المهاد اللي الهايبوثالاموس؟ قال لي هي بقى تحت المهاد. اسمها ايه دي؟ اسمها تحت المهاد. هي بقى ايه؟ تحت المهاد. طيب ماشي تمام قوي. بص، لما تيجي تتفرج على الغده دي هتلاقي عندك في هنا فص اهو اسمه الفص الامامي. ده اسمه فص ايه؟ امامي. وفي فص ورا اهو اسمه الفص الخلفي. وفي فص مستخبي محشور في النص مش باين اسمه فص اوسط. يعني انت عندك فص امامي وفص اوسط وفص خلفي مستخبي، وبتتصل بمنطقة الهايبوثالاموس اللي هي تحت المهاد دي عن طريق الحتة دي اللي اسمها القمع أو العنق العصبي. يبقى أنا عندي هي فيها 3 فصوص: فص أمامي، فص أوسط، فص خلفي، القمع أو العنق العصبي. بص بقى، كأدائها للوظائف فإحنا هنقسمها جزئين. الفص الأمامي ده هو مع الفص الأوسط المستخبي هنتعامل معاهم الاتنين مع بعض، بيشتغلوا مع بعض. أما الفص الخلفي اللي هو ده هو مع الجزء المعروف اللي اسمه العنق ده هو هنتعامل إن هم هيشتغلوا مع بعض. قال لي هنقسمها جزئين كفسيولوجي أو كأداء وظيفة. قال لي أول جزء هسميه الجزء الغدي، بتعامل مع الاتنين دول مع بعض. مين الجزء الغدي؟ الجزء الغدي ده اللي هو الفص الأمامي والفص الأوسط. أما الجزء التاني هنسميه الجزء العصبي، وهنعرف كمان شوية ليه سموا ده غدي وسموا ده عصبي. فده بيشمل على الفص الخلفي والجزء المعروف بالقمع أو العنق العصبي. يبقى أنا عندي جزئين لأداء الوظيفة. عندي في جزء شغال اسمه جزء غدي، وفي جزء تاني اسمه الجزء العصبي. تعال معايا، مبدأ الأول معاك مع الجزء الغدي. جزء غدي أيوة، اللي هو بيشمل على فص أمامي وفص أوسط، ودولت عندي فيهم 6 هرمونات. 6 هرمونات بينتجوا في الجزء ده وبيفرزوا من الجزء ده. يعني مكان الانتاج هو مكان الافراز. كم هرمون قلت لي؟ 6 هرمونات. وتعالى اما ابدا معاك مع اول هرمون فيهم بيفرزوا الجزء الغدي اللي هو الفص الامامي والفص الاوسط. قال لي اعمل حسابك ان اول هرمون اسمه هرمون النمو اللي هو الجي اتش اللي هو الجروس هرمون. الهرمون دوت سهل قوي. بص يا سيدي، وهو تقريبا حضرتك معظم الكلام عليه. اسمع كده بالراحه، من اسمه كده هرمون النمو، تتوقع ان هو هيعمل على عمليات البناء ولا عمليات الهدم؟ من اسمه هرمون نمو، يعني في عمليه التمثيل الغذائي ده هيركز على عمليه البناء. عمليه النمو دي هيتحكم فيها يا ترى الكربوهيدرات
ولا البروتين ولا الدهون؟ لا، اللي مسؤول عن النمو هو البروتين، وبالتالي اعتقد ان هرمون النمو هيشتغل على عمليات البناء، وبالتحديد بناء البروتين، لان البروتين هو المسؤول عن عملية النمو. طب انا دلوقتي عاوز اكبر الجسم، اعمل نمو في الجسم. قال لي من المنطق ان عاوز تعمل نمو في الجسم يبقى هتشتغل على العظم، والعضلات هم دولت اللي هيكبروا الجسم. يبقى كده انا بشتغل في هرمون النمو، هرمون الجي اتش، اللي هو بتطلع الفص الامامي والفص الاوسط اللي احنا قلنا عليهم الاثنين مع بعض، اللي هم اسمهم حضرتك الجزء الايه الغدي. قال لي الجزء الغدي ده بيفرز هرمون النمو اللي بيشتغل على عمليات الايض، وبالتحديد عمليات البناء، وخاصه بناء البروتين، وده بيتحكم في نمو العظام والعضلات اللي هو نمو الجسم عامه. طيب خليك معايا كده ونفهم بقى مع بعض. قال لي بص، احنا متفقين ان الهرمونات المفروض انها تفرز بكميات محددة، لو زادت او قلت تبدأ تسبب مشاكل، والمشاكل دي هتختلف على حسب المرحلة العمرية. تعال اما نشوف. تخيل معايا دلوقتي عندي طفل صغير لم يصل لمرحلة البلوغ، وهرمون مسؤول عن النمو نقص. تتوقع نمو الطفل ده يكبر ولا الطفل ده نموه هيقل؟ اعتقد ان النمو هيبقى قليل، ودي تسبب نقص الافراز في مرحلة الطفولة، تسبب حالة اسمها حالة القزامة. قزم، حالة قزم. قال لي طب والقزم ده حضرتك يعني عقليا؟ لا، هو بص، هو كنمو عقلي حضرتك هو كويس. ده الواد الزئر الصغير الشاطر اللهلوب قصير بس عفريت. قال لي حضرتك اهو ده حالة اسمها حالة القزامة. طب افرض الولد قبل سن البلوغ وما شاء الله ربنا كرمه بزيادة افراز، يكبر ان شاء الله انتظر منه جاينتزم او حالة عملاقة. يبقى اذا حصل في الاطفال نقص الافراز هرمون النمو هيعمل حالة اسمها حالة القزامة. اما حضرتك لو زاد الافراز في حالة الطفولة تعمل حالة اسمها حالة الايه العملاقة. طيب تعال اما نشوف لو حصل زيادة في الإفراز عند واحد بعد مرحلة البلوغ، واحد بلغ خلاص وبعدين زاد الإفراز. هو بعد مرحلة البلوغ بيبقى نمو العظام قفل خلاص، ولكن أطراف العظام هي اللي بيبقى فيها المشكلة، إن ممكن أطراف العظام هي اللي تبدأ تكملة النمو بيبدأ فيها، وبالتالي بتحصل حالة في البالغين اسمها حالة الأكروميجالي، اللي هي حالة أشرف بتاعت الكبير. دي حالة ممكن نقول عليها اسمها حالة تضخم الأطراف. العظم نفسه مش هيطول، وإنما المشكلة في أطراف العظام، سواء عظام الإيد والصوابع أو عظام الأقدام أو عظام الوجه. بتلاقي حضرتك إيده من عند الأطراف والأصابع تكبر، تلاقي إيد مخبر حضرتك. قال لي حضرتك رجليه بسم الله ما شاء الله بيلبس 99 مقاس رجله ما شاء الله، مش لاقي جزمة يا عيني. وبيبقى عنده عظام الوجه والفكين، تلاقي الوجه حضرتك هنا من عند الأطراف هنا ادي عظام الفكين، وبيبقى مش لاقي يا عيني المسكين طاقية يروح يصلي بيها الجمعة. فهنا حضرتك حتى بعض الأساتذة يقول لك هي حضرتك مرض القفازات والأقدام والقبعات. هو كده، لانه حضرتك اطراف العظم اطراف الايدين مش لاقي يا عيني صوابعه مخبر، مش لاقي جوانته، تلاقيه لابس الجوانتي وبقيت الجوانتي الحته دي يا عيني يا دوبك. وعندي رجليه بسم الله ما شاء الله، وعندي حضرتك القبعه مش عارف يجيب قبعه. ولذلك دي حاله حضرتك في البالغين لو زاد الافراز. قول لي يا باشا، افرض زاد الافراز، افرض نقص الافراز في البلوغ، لا مش هيبقى مؤثر، لانه خلاص معظم تكوين العظم بيبقى اكتمل ويقفل بعد كده ومش هيبقى مؤثر قوي. يبقى اقدر اجمع واقول يا جماعه افراز الجي اتش لو حصل فيه خلل بيختلف الحاله على حسب المرحله العمريه.
قال لي لو نقص الافراز في مرحله الطفوله بتعمل حاله قزامه، اما لو زاد الافراز في حاله الطفوله بتعمل حاله اسمها حاله عملاقه. في البالغين بتحصل حاله اسمها الاكروميجالي اللي هي حاله تضخم الاطراف، ودي بيحصل حضرتك زياده في طول العظام الطويله زي الايدين والاقدام والاصابع، وبيحصل تضخم في عظام الوجه. دي الحاله بتاعه الجروس هرمون. وكده خدنا اول جزء حضرتك او اول هرمون اسمه هرمون الجي اتش. تعالى هبدأ بقى حضرتك هتكلم عن هرمونات بتفرزها الغدة حضرتك النخامية بتأثر في الغدد التانية، وهنبدأ نتكلم مؤقتا عن هرمون رقم 2 اسمه هرمون TSH، وده هرمون بينشط الغدة الدرقية. هرمون بينشط غدة تانية، يعني الغدة النخامية هتفرز هرمون علشان يشجع وينشط غدة تانية. والله فيك الخير، لان هي مهتمة جدا بالغدد التانية ان هي تنشطهم وتحفزهم وتقعد تسقف لهم. عندي هرمون كمان هناخده وده رقم 3 اسمه هرمون ACTH، وده هرمون منشط لقشرة الغدة الكظرية اللي هي الفوق كلوية. وعندي هرمون كمان رابع مؤقتا اسمه هرمون البرولاكتين، وده هرمون منشط للغدد الثديية علشان تبدأ تقوم بإنتاج اللبن. دولت مؤقتا كده الثلاث هرمونات اللي أنا هشتغل عليهم دلوقتي، وهي هرمونات بتفرزها الغدة النخامية علشان تنشط غدد تانية. تعالوا أما نبدأ بواحد واحد. نبدأ الأول TSH، وده هرمون منشط للغدة الدرقية. وطبعا الغدة الدرقية هناخد بعد كده اللي هي الثايرويد جلاند بتفرز هرمون اسمه الثايروكسين، وبالتالي تشكر الغدة النخامية لأنها بتفرز الهرمون اسمه TSH، وده بينشط الغدة الدرقية. سؤال بقى، لما الغدة النخامية تفرز هرمون TSH ويروح للغدة الدرقية وينشطها، والحمد لله ربنا كرم الغدة الدرقية ونشطت، تتوقع افراز الهرمون ده يبدا ايه؟ يقل. مش انا بشجعك يلا شد حيلك، طب انت لما تذاكر وتشد حيلك انا هبدا اقلل التشجيع، خلاص انا وصلت اللي انا عاوزه فخلاص. فيبدا اول ما دي تنشط يبدا يقل الافراز دي حضرتك، وتخلي بالك من الكلام ده. هتفرز الفص الامامي والفص الاوسط اللي احنا بنسميهم الجزء الغدي، هيفرز هرمون اسمه ACTH. وتأكد قوي ان هو مش منشط للكظرية وانما لقشرة الغدة الكظرية اللي هي الفوق كلوية، ودي بتدفعها لافراز الهرمونات. واعمل حسابك اذا ACTH زاد فدي نشطت، فانه بعد فترة حضرتك هيبدأ افرازها للهرمونات هيقلل افراز ACTH بعد كده، ودي حضرتك تخلي بالك. يبقى انا عندي حضرتك كده TSH و ACTH، ودولت هرمونات بيفرزوا علشان يأثروا على غدد تانية. ايه كمان موجود معايا؟ قال لي عندك التالت بقى حضرتك هرمون بتفرزه اسمه هرمون البرولاكتين، وده بيأثر على الغدد الثديية ويدفعها لإنتاج اللبن. أحب أعرفك حاجة مهمة أوي في الغدد الثديية. الغدد اللبنية، آدي الغدد اللبنية أهي ولها قناة أهي، وبيبدأ يخرج اللبن من المنطقة دي مثلا. ادي غده لبنيه اهي، غده قنويه، وادي القناه اهي وبيخرج اللبن منها، وادي غده لبنيه اهي وتخرج، وادي القناه اهي ويخرج اللبن منها. لازم تفرق بين انتاج اللبن وخروج اللبن. هرمون البرولاكتين اللي بيفرز هنا هو فايدته مسؤول عن انتاج اللبن، ينتج لبن هنا، ينتج لبن هنا، ينتج لبن هنا. طب اللبن ده خرج؟ لا، البرولاكتين دوره انتاج اللبن. يجي بعد كده في ما بين الغدد دي حضرتك في عضلات لا اراديه، لما العضلات اللا اراديه دي تنقبض يبدا يحصل ضغط يندفع اللبن. ده هرمون تاني. الهرمون التاني هاخده كمان شويه اسمه الاوكسيتوسين.
سين. اسمه ايه حضرتك؟ اوكسيتوسين. ده اللي مسؤول عن خروج اللبن. يبقى انتاج اللبن برولاكتين، اما خروج واندفاع اللبن فده هرمون تاني هناخده في الجزء العصبي التاني اسمه الاوكسيتوسين. ده تخلي بالك من الكلام دوت. يبقى كده انت عندك حضرتك لغاية دلوقتي، قال لي خلصنا 4، قال لي كمل معايا، قال لي هيجي بقى الخامس والسادس، ودي عبارة عن هرمونات منبهة للمناسل. مين الهرمونات المنبهة للمناسل؟ قال لي عندي هرمونين، هرمون اسمه ال FSH وهرمون اسمه ال LH. FSH؟ قال لي الهرمون اللي اسمه ال FSH ده بيقول هو الهرمون اللي بينبه تكوين الحويصلة. اما الهرمون اللي اسمه ال LH فده اسمه الهرمون المنبه لتكوين الجسم الاصفر. احنا مش فاهمين حاجة. الهرمونات دي عامة بتبقى موجودة في الذكر وبتبقى موجودة في الأنثى، ولازم أبقى عارف لأن دولت المسؤولين عن النضج الجنسي سواء في الذكر أو الأنثى. وتعالى اما نشوف اللعبة كده هتمشي ازاي. بصوا يا جماعة، الأنثى عندها المبيضين بتوعها. قال لي الأنثى دي ولسه في مرحلة البلوغ بيبقى المبيض بتاعها فيه حويصلات صغنطوطة. جميل قوي. اول ما الانثى بقى تبدا 12 سنه دخلنا في مرحله البلوغ، يبدا بقى مخ الانثى يبدا يطلع هرمون اسمه الاف اس اتش. حلو قوي. الاف اس اتش ده يجي على المبيض على طول. المبيض مليان حويصلات صغنطوطه. قال لي خلاص الانثى بلغت، هتفضلي على طول صغنطوطه يا حويصلات. ابدا يجهز من ضمن الحويصلات دي اللي موجوده في المبيض، يبدا يكون حويصله حلوه كده كبيره كده اسمها حويصله جراف، ويحط جواها البويضه كده خلاص. وده هرمون اسمه الاف اس اتش. يبقى قصه بتبدا بتنبيه من الغده اللي اسمها الغده النخاميه، وتبدا تفرز هرمون اسمه الاف اس اتش، يروح على المبيض ويقول له يا مبيض، يعمل على نمو الحويصلات في المبيض وتحويلها الى حويصله جراف. وطبعا حويصله جراف بيبقى جواها البويضه. طب حضرتك وان شاء الله مش المفروض البويضه دي تطلع من المبيض؟ دي المرحله الثانيه. حويصله جراف بيبقى جواها بويضه. لو البويضه طلعت، الكفر بتاعها اللي هو بتاع حويصله جراف ده بيسموه الجسم الاصفر. اسمه ايه؟ الجسم الاصفر. يبقى البويضه ومعاها الكفر دي اسمها حويصله جراف. اذا خرجت البويضه اتبقى الكفر ده بيسموه حضرتك اسمه الجسم الاصفر. وعلشان الحركه دي تحصل وتخرج البويضه ويتكون الجسم الاصفر، لازم هرمون يروح اخرجي، اجري يا مجدي، تبدأ تحفز تحرر مين؟ يحفز تكوين الجسم الأصفر. يعني البويضة تطلع ويكون ما يسمى بالجسم الأصفر، وكده تبقى خرجت البويضة. واللعبة دي هنلعبها بعد كده في التكاثر. يبقى أنا كده عندي هرمونين، هرمون يجهز حويصلة جراف اسمه الهرمون تكوين الحويصلة FSH، وهرمون يقول للبويضة اخرجي عشان يكون الجسم الأصفر، وده حضرتك اسمه هرمون تكوين الجسم الأصفر. دي وظيفة الهرمونات دي فين؟ في الأنثى. طب وحضرتك هو الذكر عنده مبيض؟ لا، الوظيفة في الذكر بتختلف شوية. تعال معايا كده ونروح على الخصية بتاعت الذكر. الخصية بتاعت الذكر زي ما هنقول بعد كده بتلاقيه فيها أنابيب رفيعة اسمها الأنيبيبات. أنابيب رفيعة اسمها الايه؟ أنبوبة رفيعة. في وسط الأنيبيبات هنا بيبقى فيه خلايا كده متنطورة كده اهو، اسمها خلايا بين الأنيبيبات، بيسموها الخلايا البينية. يبقى أنا عندي أنيبيبات وحضرتك وخلايا بينهم حضرتك. طب دي أنيبيبة ودي أنيبيبة ودي أنيبيبة. لما اجي ابص عليهم من فوق، الأنيبيبة هيبقى شكلها دايرة. ادي دي حضرتك أنيبيبة اهي،
وادي أنيببة اهي، وادي أنيببة اهي، وادي أنيببة اهو، بينهم شوية خلايا اهي. على فكرة ده منظر الخصية بالميكروسكوب الضوئي. المهم طيب خلاص، يبقى دي اسمها أنيببات وبينهم خلايا بينية. عندي هرمون اسمه FSH. ايوه في الذكر ده FSH بيأثر على الأنيببات ويبدأ يعمل تكوين الأنيببات المنوية، والأنيببات المنوية دي هيبدأ يتكون جواها الحيوانات المنوية. إلا لو مفيش FSH في الذكر مفيش أنيببات هيتكون جواها الحيوانات المنوية في الخصية، ولذلك الطفل دوت هيبقى عقيم. طيب LH مش ده اشتغلت على الأنيببات، ده اللي يشتغل على الخلايا اللي بين الأنيببات اسمها الخلايا البينية، والخلايا البينية دي حضرتك بيبدأ ينشطها ومسؤول عن تكوين الخلايا البينية في الخصية اللي هتبدأ تتنبه لإفراز هرمونين اللي هم حضرتك هرمونات الذكورة اللي هي التستوستيرون والأندروستيرون. التستوستيرون والأندروستيرون دولت مسؤولين عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية للذكر زي خشونة الصوت، قوة العضلات، ظهور الشعر على الوجه وتحت الإبط والعانة. دي حضرتك دي هرمونات الذكرية. يبقى في واحدة بتشتغل على الأنيببات والتانية بتشتغل على الخلايا البينية وتخليها تنتج التستوستيرون والأندروستيرون، وبالتالي لو LH مش موجود مش هيظهر على الذكر الصفات الجنسية الثانوية اللي موجودة. يبقى تخلي بال حضرتك احنا اتكلمنا عن FSH في الأنثى، وده يقول لها كوني حويصلة جراف وحطي جواها بويضة. طب LH طلعي البويضة وكوني ما يسمى بالجسم الأصفر. في الذكر انت عندك خلايا حضرتك أنيببات، فده بيعمل على حضرتك اهو في الذكر يساعد على تكوين الأنيببات وبالتالي تكوين الحيوانات المنوية. اما التاني بيشتغل على الخلايا البينية ودي بيحفزها لإنتاج التستوستيرون والأندروستيرون. وبكده FSH LH هم اللي بيظبطوا عملية التكوين الجنسي للفرد. يبقى هنا تخلي بالك هرمون FSH وهرمون LH ضروريان لاكتمال عملية التكوين الجنسي. كده أنا كلمتك عن 6 هرمونات اشتغلت عليهم الجزء اللي هو الجزء الغدي اللي موجود. الجزء الغدي اشتغل على الجروث هرمون، اشتغل حضرتك على TSH وانتجه علشان نشط غدة درقية، اشتغل على ان هو طلع ACTH. كده انا اقدر اقول ان الجزء الغدي دوت حضرتك اشتغل كون 6 هرمونات. انتج الجروث هرمون GH علشان موضوع النمو وعشان الطفل حضرتك يكبر حضرتك ونمو العظم والعضلات. اتكلمنا عن افرازه او انتاجه للTSH حضرتك، اتكلمنا عن الACTH، اتكلمنا عن البرولاكتين وانتاج اللبن وليس خروجه، اتكلمنا عن هرمونين جنسيين وهما FSH والLH. وكده حضرتك احنا اتكلمنا عن الجزء ده. تعالى اما اخش على الجزء الثاني اللي اسمه الجزء العصبي. الجزء العصبي قلنا عبارة عن الفص الخلفي وحضرتك المنطقة اللي اسمها العنق العصبي. عاوزك تخلي بالك ان انتاج الفص الامامي بينتج الهرمونات عنده ويطلعها من عنده. اما الجزء العصبي فاللي بينتج الهرمونات خلايا عصبية، أجسام الخلايا العصبية اسمها الخلايا العصبية المفرزة، ودي موجودة في منطقة تحت النهاية دي اللي بتنتج. يبدأ الهرمونات العصبية تمشي في العنق العصبي عن طريق المحور وتروح تتخزن هنا اهو، وده بقى بعد كده يخزنها ويفرزها في الدم. إذا لازم تخلي بالك إن الفص الخلفي ليس مكان الإنتاج، وإنما هو بيتخزن فيه. أنا بصنع فين؟ أنا بصنع في الخلية العصبية المفرزة اللي موجودة في تحت المهاد. ببدأ أنقل الهرمونات حضرتك ثم بعد كده أخزنها هنا. أمال هم سموه فص عصبي ليه؟ لأن إنتاجه مرتبط بخلية عصبية مفرزة في تحت المهاد
تبدأ تتنقل عن طريق العنق في المحاور، ثم يتم التخزين هنا. هو ده مكان تخزين. إذا الفص الخلفي ليس هو المنتج، وإنما هو مكان بيخزن فيه تمهيدا بعد كده حضرتك ان يتم الافراز بعد كده. لازم تبقى مخلي بالك من الكلام ده. انا هتكلم عن هرمونين اساسيين، الهرمونات بتاعه الفص الخلفي اللي بتطلع. هو ما بينتجش، هو يا دوبك بيخزن ويطلع على طول. هبدأ معاك مع اول هرمون في الجزء العصبي، اسمه الهرمون المنظم لإدرار البول ADH. اسمه ايه؟ هرمون منظم لإدرار البول ADH. الهرمون دوت تحس بإفرازه دايما في الصيام. ال ADH بينظم. مش منطقي إن سيادتك ما دخلش مية جوه جسمك كميات كبيرة من المية لفترة طويلة وإن الجسم يخلص من المية بسهولة. لا، ده الهرمون ده بيحاول إن هو يحافظ على المية اللي موجودة جوه جسمك. هرمون ال ADH بيقول لي بيعمل على تقليل كمية البول. منطقي. طب وهو هيقلل كمية البول ازاي؟ قال لي عن طريق إعادة امتصاص الماء من الأنابيب الكلوية. واحنا خدنا الفكرة ديت في تانية ثانوي. كنا بنقول ان الدم بيخش على محفظة بومان. المفروض بتحصل عمليتين. عملية ترشيح، ان كل السوائل اللي موجودة في الدم بتبدأ يحصل لها عملية ترشيح. حلو كده اهو، كل السوائل تبدأ تخش. طب ما كده كل السوائل اللي في الجسم هيتم فقدها. تبدأ تحصل عملية اسمها إعادة الامتصاص، ان احنا ناخد حضرتك السوائل المية واحتياجاتنا كلها ونرجعها للدم تاني. هو الهرمون ده. وبالتالي اذا الحركة دي اتعملت كمية السوائل اللي في البول هتقل ولا هتزيد؟ منطقي حضرتك، انت خدت المية حضرتك اللي كانت هتنزل وسحبتها رجعتها للدم، وبالتالي كمية المية اللي موجودة في البول هتبدأ تقل. قول لي بقى يا حلو، في عندي هنا ممكن اسميه كمان الهرمون القابض للأوعية الدموية، الفازوبريسين. اسمه حضرتك الهرمون القابض للأوعية الدموية. ده بيعمل على انقباض الأوعية الدموية، وده طبعا هيؤدي إلى زيادة ورفع ضغط الدم. وده بيحصل حضرتك لو حصل لك نسف ولا حاجة في حادثة، بتلاقي الهرمونات دي تبدأ تشتغل تقبض الأوعية الدموية علشان تحافظ على ضغط الدم. عاوزك تخلي بالك من حاجة، بتكلم عن الإسموزية. هو دلوقتي مش الهرمون المنظم لإدرار البول دوت خد المية رجعها للدم؟ قال له قال لي يبقى البول هيخلي أغلبه أملاح، يبقى هو عمل على زيادة اسموزية البول. طب وحضرتك مش هو حط مية على الدم وبالتالي عمل على تقليل اسموزية الدم؟ ما هو منطقي، مش هو خد المية من البول فساب له الملح هينزل حضرتك مع شوية مية قليلين؟ قال لي فائض المية والأملاح. قال لي هنا كده حضرتك بمجرد ان البول بقى المية فيه قليلة زاد التركيز، زادت الاسموزية، يبقى عند زيادة افراز هرمون ال ADH هيسحب المية من البول فيخلي اغلب البول ملح، وبالتالي بيعمل على زيادة اسموزية. طب هو خد المية حطها على الدم وبالتالي هو هنا قلل الاسموزية بتاعت الدم. ده هرمون وله اسمين، اسمه ال ADH واسمه هرمون الفاسوبريسين. الاتنين حضرتك نفس الهرمون، بس هو التسمية بتاعته على المنطقة اللي بيشتغل عليه. تعالى اما اتكلم معاك على الهرمون الاخير اللي هو اسمه الهرمون المنظم لعضلات الرحم، الاوكسيستين. ده حضرتك بينظم انقباض عضلات الرحم اثناء الولاده. بالراحه كده معايا وافهمني كده كويس. دلوقتي ساعه اما الجنين بيبدا يكبر خلاص في الشهر التاسع، بتبدا راس الجنين تبدا في المنطقه دي عند عنق الرحم. وجود راس الجنين وضغطه على المنطقه دي ده
بيخليها تطلع تجري على الفص الخلفي، تقول له الحق الجنين بيضغط علي، الواد عاوز يخرج واحنا بصراحة عاوزين نخرجه، فلو سمحت يا فص يا خلفي ابدأ افرز هرمون اللي اسمه الاوكسيتوسين علشان يعمل انقباض لعضلات الرحم، عشان يحصل الانقباض وده يسهل خروج الجنين. وده اللي اسمه الطلع، انقباضات متتالية لعضلات الرحم. طب لو سمحت حضرتك الاوكسيتوسين ده حضرتك لو الولادة متعسرة والدكتور مش لاقي طلق يدي حقنة الطلق دي اللي هو عبارة عن خلاصة الاوكسيتوسين. طيب تمام، قلت لك من شوية الغدد الثديية اهي، والغدد الثديية اهي، البرولاكتين كون اللبن، هيحصل انقباض هنا ويحصل انقباض هنا، لما يحصل انقباض هنا وانقباض هنا الاوكسيستين لما يعمل انقباض لدول يندفع اللبن، وده بيعمل على نزول الحليب من الغدد الايه اللبنية. يبقى انا عندي الاوكسيتوسين ظبط موضوع انقباضات عضلات الرحم، وعندي الاوكسيتوسين عمل نزول اللبن وخروج اللبن من الغدد الثديية. تعال اما ابص على الاحياء في حياتنا. قال لي عندي حالة اسمها مرض السكري الايه الكاذب. ايه مرض السكري الكاذب ده؟ قال لي بص، بيحصل خلل في الخلايا العصبية اللي بتفرز من الغدة النخامية. الخلل ده يعني ايه اللي حصل؟ قال لي بيحصل نقص في افراز الاي دي اتش. هو مش الاي دي اتش ده المفروض هو المسؤول ان هو يرجع المية للدم تاني؟ طب افرض المية وبالتالي يسبب عدم قدرة نفرونات الكلية على اعادة امتصاص المية. يا سلام، ما هو كده المية كلها هتنزل مع البول. ما هو ده اللي احنا بنقوله، هيتم اخراج كميات كبيرة من البول. طب اذا تم اخراج كميات كبيرة من البول، ما هو ده يا باشا المريض هيبدأ يحس بالعطش ويفتكر انه كل شوية عطشان ان جات له اعراض مرض السكر، انما ده كده حضرتك بيسموه مرض السكري الكاذب. فعلا هي المايسترو، هي رئيسية الغدد. هنا كده لو بصيت هتلاقي ان الجزء الغدي اشتغل وافرز 6 هرمونات، والجزء العصبي هنا افرز هرمونين. هنا الجروس هرمون وافرز هرمون اسمه تي اس اتش والاي سي تي اتش، وهرمون البرولاكتين. البرولاكتين ده انتج اللبن، ثم جه بعد كده الاوكسيتوسين بدا يساعد على الانقباض العضلات وبدا يخرج اللبن. بس خلي بالك ان الاوكسيتوسين حضرتك ده بيفرز من الخلايا العصبية ويتم حضرتك تخزينه في الفص الخلفي علشان يخرج للدم ويبدأ يعمل وظيفته. ما تنساش ان في هرمونات الاف اس اتش والال اتش، ثم ما تنساش الاي دي اتش اللي بيبدأ يعيد امتصاص المية ويرجعها بعد كده. تعال ما نحل بعض الأسئلة كده. بيقول لك الرسم البياني المقابل بيوضح العلاقة بين معدل الزيادة في طول الجسم والتقدم في عمر الذكور والإناث. اعتمادا على البيانات الموضحة بالرسم اختر الإجابة الصحيحة. أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة بالنسبة للرسم. الرسم اللي قدامي بيقول لي معدل الزيادة في الطول بالسنتي لكل سنة. يعني هنا زيادة 20 سنتي، هنا 15، هنا 10، هنا 5، هنا 0. ودوت العمر، والواضح ان هو مشاور على مناطق معينة عند عمر السين اللي هو 5 سنين وعند عمر 17 سنة. هنا بيكلمني عن ان اللون الازرق ده اناث واللون الاحمر دوت هو الذكور. الواضح الطفل وهو صغير عنده 2 اهوت حضرتك طبقا للمخطط معدل الزياده في الطول بيبقى كبير. فعلا الطفل بيبقى لسه مولود صغنطوط قد كده، بعد شويه بتلاقيه كبر فعلا معدلات الزياده بتبقى شكلها كبير جدا حضرتك. طيب تمام، وده طبعا بفضل هرمون، وهرمون النمو بيبقى افرازه في الفتره ديت بيبقى الصغيره دي بيبقى كبير قوي، لان معدلات الزياده بتبقى كبيره. لاحظ بقى هنا اهو ان عند سن 10 11 سنه ان بلوغ الانثى بيبقى
قبل بلوغ الذكر. يعني دايما الانثى البنات في المعظم بتبلغ قبل الذكر، وبالتالي بيبقى فيه كده شبه البلوغ دي حضرتك بتلاقي الانثى معدل الزياده زاد، وبعد كده حضرتك اهو. وهنا برضو في الذكر بعديها بشويه. انت عاوز مننا ايه؟ اي العبارات الاتيه تعتبر صحيحه بالنسبه للرسم. ينخفض مستوى هرمون النمو مع التقدم في العمر. قال لي اهو بينخفض ايه ده؟ بعدين ده زاد. لا، طالما هو بدأ يزيد تاني وبعدين يرجع تاني، يبقى هو مش بينخفض على طول مع التقدم، لا، في فترات عند البلوغ بيتغير فيه. معدل الزيادة في طول الجسم يزداد في مرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة هي أكتر مرحلة فيها زيادة، ولذلك لو عندك طفل عنده 6 شهور واتخطف، لو جه بعديها حضرتك ب6 شهور أمه مش هتعرفه عشان الزيادة بتبقى شكلها كبير. الجملة دي كبيرة. الذكور تنمو بمعدل أسرع من الإناث. لا، الإناث الأول بتنمو حضرتك، هما الاتنين قريبين من بعض، بس بيجي في الأول الإناث بتبقى أكتر الزيادة في الأول، وبعد كده الذكور حضرتك. يتوقف إفراز هرمون النمو بعد سن 15 سنة. لا، الهرمون بيفضل موجود حضرتك بعد 15، ودي كده يبقى الجملة المظبوطة هي ب. اللي بعد كده رقم 2. إذا حدث خلل في الجزء العصبي. الجزء العصبي اللي هو تبع الفص الخلفي للغدة النخامية لإحدى الإناث عند النقطة س، نتج عنها زيادة في إفراز هذا الجزء لهرموناته. يتسبب ذلك في حضرتك إصابتها بمرض العملاقة. مرض العملاقة مش فص عصبي، لا، ده فص غدي. قزامة حضرتك مرض يخص الفص الغدي. قال لي اكروميجالي، قال لي برضو تخص الفص الغدي. لا يؤثر ذلك على طولها، لان دي بتفرز هرمونين حضرتك، اللي هو المنظم لادراء البول او الفاسوبريسين، والهرمون حضرتك المنظم لانقباض عضلات الرحم، وبالتالي حضرتك يبقى هختار الاختيار ده. اللي بعد كده، إذا حدث خلل في الجزء الغدي اللي هو الفص الخلفي الغدي. رقم 3. إذا حدث خلل في الجزء الغدي للغدة النخامية لأحد الذكور عند النقطة ص. النقطة ص ديت بعد البلوغ، وحصل خلل في الذكر حضرتك بعد البلوغ، وطبعا الفص الغدي اللي هو الهرمونات بتاعة الفص الأمامي والأوسط، ونتج عن ذلك زيادة في إفرازات هذا الجزء. ما تأثير ذلك؟ قد يتسبب في إصابته بمرض العملاقة. قال لي لا، العملاقة دي لو كانت حصلت في الفترة س مثلا كان ممكن نقول إنه يحصل عملاقة. قد يتسبب في إصابته بالقزامة، ده حضرتك بتقول خلل في الإفراز حضرتك في الذكور في المنطقة ص. لا، القزامة تبقى في المنطقة س. قال لي قد يتسبب في إصابته بتضخم الفكين. تضخم الفكين دي حالة أكروميجالي، يبقى الاختيار ده مظبوط. شدوا حيلكم يا أبطال، وربنا يعينكم ويكرمكم كده إن شاء الله.